الشخصي، هل كانت السعودية هي الوجهة الأولى للرئيس بن علي، أم ربما كانت وجهة من الوجهات، سيناريو من السيناريوهات المطروحة؟ حقيقة ليست هناك معلومات أكيدة تؤكد أين توجه الرئيس في بعد مغادرته تونس، إلا أن أنباء كثيرة ذكرتها الأمس أخيرا، ويبقى آخر أخبار الجزيرة عاجل. القرار الصحيح الديوان الملكي السعودي باتت وجهته المقبلة، ولكن إلى متى الله أعلم. يصدر طيب، بيان شكرا لك صاحبي عبد المحسن شيخ بقدوم بن من علي جدة معنا من وأسرته الرياض مراسل الجزيرة. ماجد الحجيلان. الأراضي السعودية. ماجد، هل توفرت معلومات مفصلة أخرى حول يعني استضافة السعودية بشكل رسمي لبن علي وعائلته؟ مدونكم الخاص من إيطاليا أدام غسلينو. بعد هذه الفترة القريبة من الأنباء المتواترة التي لم تؤكد الموضوع، نستطيع التأكيد نهائيا بأنه قد صدر بيان من الديوان الملكي بثته وكالة الأنباء السعودية أمامي الآن، والبيان واضح وصريح، وهو يقول: انطلاقا من تقدير حكومة السعودية للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق، وتمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، وتأييدها لكل إجراء يعود بالخير للشعب التونسي، فقد رحبت حكومة المملكة العربية السعودية بقدوم فخامة الرئيس زين العابدين بن علي. ما قبلتوش حتى دولة أوروبية، يعني هل كان هناك قبلته إحدى الأنظمة الدكتاتورية؟ فإذا هذا البيان الحبيب يؤكد تماما الأنباء التي تواترت منذ ساعة تقريبا عن وصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى جدة. فالنبأ الآن نستطيع تأكيده، خاصة بعد أن كان هناك نوع من الاضطراب في الأخبار. سمعنا عن وصول الطائرة إلى أكثر من موقع، صحيح، من إيطاليا إلى دول خليجية إلى أماكن أخرى، لكن الآن نستطيع التأكيد الرئيس زين العابدين بن علي في جدة. يعني كنت سألت ماجد ما تم جدة هي إعلامكم به من طرفي. يعني السفاح السابق زين العابدين بن علي متواجد حاليا بجدة. أنا ربما هي يعني محطة لجوء أخيرة بعد أن تعذر لجوءه إلى بعض البلدان الأخرى. والله الحبيب يظهر والله أعلم، ووفق ما تابعنا أن الوجهة لم تكن جدة في البداية. نعم. خاصة أن الوقت الذي تستغرقه الرحلة منذ أعلن عن خروج استمعوا جيدا علي، يعني مساء الأمس الجمعة، اسمعوا يا توانس، كان يمكن أن تكون ساعتين أو 3 أو قرابة هذا الوقت للوصول إلى جدة. فكان يتضح من ذلك أن هناك اتصالات جرت لوصوله إلى السعودية. للسعودية تجربة ربما مع موضوع اللجوء الرؤساء السابقين، كان آخرها تجربة رئيس الوزراء الباكستاني السابق، والسعودية شعرت بخيبة أمل لأنه مارس بعض الأعمال السياسية رغم اشتراط السعودية أن لا يكون اللاجئ السياسي يمارس عملا سياسيا. هل برأيك ستشترط نفس الاشتراطات على بن علي؟ هذا ما لا نستطيع حسمه الآن. الله يهلكوا إن شاء الله، الله يدبدبوا، الله يهلكوا. الوزير الأول ربما الرئيس الله يدبدبوا. الوزير الأول التونسي السيد الغنوشي قبل قليل، وهو لم يحسم موضوع نهاية حياة بن علي السياسية، فهو قال قبل قليل أن الأمر مستبعد، ولكنه لم ينفي نهائيا، وبالتالي السعودية لم يطرح أنها يعني تمنع زين العابدين بن علي من ممارسة من أي ممارسة سياسية. نعم. لكن سننتظر. وفق البيان أنه استقبله إكراما وإجراء وتأييدا لكل إجراء يعود بالخير للشعب التونسي، هذا بالإجمال. يعني هذا البيان، يعني هذا الترحيب ماجد، هل يعني صراحة منح بن علي حق اللجوء السياسي؟ نعم قطعا، بهذه الصيغة يبدو أن هذا لجوء سياسي. نعم بهذه الصيغة الحكومة المملكة تعلن وقوفها التام إلى جانب الشعب التونسي بشكل عام، وهي رحبت بالرئيس
زين العابدين بن علي وأسرته، خاصة الحديث نحن لدينا الآن موقف حساس من جهة قانونية لا بد أن نتناوله. زين العابدين بن علي ما زال بشكل أو بآخر له صفة يمكن وصفها الآن بالانتقالية، ربما القانونيين يفيدوننا في هذا المجال. صحيح. يتعذر وصفه حاليا بالسابق، ولذلك ترى البيان الرسمي المملكة العربية السعودية لا زالت تتعامل مع زين العابدين بن علي بصفة رسمية أو قانونية أو دستورية، لأنه لا يوجد رئيس جديد الآن لتونس، وهذا ما يعطي وضعه القانوني والسياسي صفة مضطربة، ولهذا صدر البيان. لكن يتضح وفق التجارب السابقة السعودية سبق أن استضافت رؤساء ومسؤولين عربا ومن دول إسلامية ومن دول أفريقية. الرئيس الأوغندي السابق عيدي أمين توفي في جدة عام 2003 وقام فترة طويلة، وكما أخبرت قبل قليل إن شاء الله ربي يهلك غاديك، إن شاء الله ربي يهلك غاديك، لكن يا رب يهلكوا يا رب بأسمائك الحسنى. أشارت إلى انتقم لشهداء الانتفاضة التونسية يا رب يا رب. من نواز شريف حينما نقض العهد الذي اتفق فيه مع المسؤولين السعوديين بأن لا يمارس أي عمل سياسي، وخرج من جدة سافر إلى لندن ومنها إلى باكستان، ثم أعيد إلى السعودية مجددا، أعادته السلطات الباكستانية، وكانت السعودية شعرت بخيبة أمل، ولذلك تجربة في استقبال اللاجئين السياسيين في غاية الحساسية ما لم يتم الاتفاق عليها، وبشكل خاص أن تونس الآن تنتظر حسم الموضوع قريبا. نعم. سمعنا قبل قليل من حوارك مع الوزير الأول ماجد.